نحييكم مشاهدينا من المؤسسة اللبنانية للإرسال في هذه الحلقة الخاصة التي نستضيف فيها النائب إبراهيم كنعان، ومعه نناقش التطورات السياسية الحاصلة على الساحة الداخلية، ويعني من انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون وصولا إلى تكليف الدكتور نواف سلام بتشكيل الحكومة، وما يجري أيضا على صعيد تشكيل هذه الحكومة والتطورات في الجنوب. أيضا سنتطرق وبإسهاب إلى الملفات المالية المطروحة أيضا على الساحة الداخلية. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم. أهلا فيك. يعني بداية بدي بلش معك بخطوة انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتكليف الدكتور نواف سلام بتشكيل الحكومة. البعض اعتبر وكثار من اللبنانيين اعتبروا أنه هودي صدمتين إيجابيتين. شو كان تأثيرهم برأيك على الحياة السياسية في لبنان وعلى يعني تطلعات اللبنانيين؟ لا شك هن صدمتين ايجابيتين لعده اسباب. اولا عم تملي شغور بالبدايه، شغور قاتل يعني مدمر. ثانيا عم تختار شخصيتين بمعزل عن كمان كفاءتهم الشخصيه اللي هي كل حدا بمجاله، الرئيس عون بقياده الجيش والرئيس المكلف نواف سلام قاضي بمحكمة العدل الدولية. كمان في عندك شيء المحكمة الدولية، في عنصر أساسي هو الدعم أو الدفع العربي والدولي يلي أدى إلى كمان كان لاعب أو عنصر أساسي بوصوله. بدنا نحكي الأمور مثل ما هي. فإذا هيدي الثقة الدولية والعربية أو العربية والدولية بالإضافة لتعاطف شعبي ناتج عن إخفاقات، وبتعرف الوضع اللي مرقنا فيه إن كان على صعيد الحرب وإن كان حرب الإسناد أو العدوان الإسرائيلي اللي لحقها وصولا إلى الانهيار المالي وإلى آخره. كل هالمآسي كمان كان في هيك حاجة وأكثر من تعاطف شعبي مع وصول هالشخصيتين. إذن اليوم هيدا ردة الفعل الإيجابية مفهومة، لكن هالردة الفعل الإيجابية بدها ترجمة تستمر حتى تولد وتراكم إيجابيات بحياة اللبنانيين وبالعمل المؤسساتي والإنجازات المطلوبة بالمرحلة اللي جاي. يعني بتشكيل الحكومة أول شيء هذا المفروض كان يعني هيدي تشكيل الحكومة، هيدي إذا بدك البداية في تشكيل الحكومة، في تنفيذ القرار وقف إطلاق النار اللي هو وقف الأعمال العدائية بمعنى 1701، انتشار الجيش بالجنوب، عملية الانسحاب الإسرائيلي بدعم عربي ودولي، تجهيز الجيش يلي وارد بالمداخلات أو بصلب الاتفاق أنه بده يكون في 10,000 عسكري. عدة وعديد هودي بدهم دعم. اليوم لبنان منه قادر، وهذه جزء من المطالبات يلي طالب فيها رئيس جمهورية وقت اللي كان قائد جيش وعندما صحيح أصبح رئيس للجمهورية. إذن في عدة أمور هودي أساسيات أكيد بتبلش بتأليف الحكومة. ليش؟ لأنه مين بده يتولى هالعملية؟ اليوم عندك استحقاق ب 18 شباط من بعد اللي صار، تاريخ جديد محدد للانسحاب النهائي، للانسحاب الإسرائيلي. طيب هذا التاريخ مين بده يلتزم فيه؟ كيف؟ الحكومة يجب أن تبدأ بعمل جدي ومكثف مع الجهات الدولية يلي داعمة يلي هي واردة بالاتفاق اللي معنى ايه؟ صحيح، إن كانوا الأمريكان أو السعودية أو الفرنسيين أو غيرهم كلهم معنيين بهذا الاستحقاق. فإذا الحكومة شو شغلتها؟ الحكومة تبلش من اليوم. مفروض كانت الحكومة تألفت من أكثر من أسبوع، وكون مبلشة بكثافة بمواكبة رئيس الجمهورية بمطالبته. اليوم عنده مطالبة كان انه بتمسكوا بعمليه الانسحاب الاسرائيلي، لكن وقت بيكون في حكومه عم تتولى عمليه المتابعه كان من خلال وزاراتها او سفاراتها او الرؤساء المكلفين او الى اخره، الوضع يختلف تماما. وهذا الشيء من الالتزامات اللي ما لازم يصير في اي تلكؤ فيها، اكان انسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني او انتشار الجيش بشكل كامل بهذه المساله. فاذا تأليف الحكومة أساسي للمضي إلى الأمام. رح نفوت بالمواضيع اللي لها علاقة بالجنوب، بس خليني بموضوع تشكيل الحكومة. نعم. اليوم برأيك هذا الزخم العربي والدولي اللي أدى إلى انتخاب
العماد عون رئيسا للجمهورية وإلى تكليف الدكتور نواف سنة بتشكيل الحكومة. هذا الزخم العربي والدولي موجود بعملية تشكيل الحكومة، أو بعد ما لاحظته بعد ما شفته يعني عم ينحكى أنه يمكن يجي موفد سعودي، يمكن بعرفني في مواقف أمريكية طلعت كمان نقلتها رويترز أنه نحن ما بنقبل يكون في حزب الله موجود بالحكومة. هل رح يكون في هناك تدخل عربي وتدخل دولي من أجل أن تتألف الحكومة سريعا؟ ليك لحد هلا الوضع يعني ما بدي أكون متشائم، بس لحد اليوم ماني شايف إذا بدك هيدا الحزم والحسم. ولكن كمان بدي أقول شغلة، إنه مش كل ما كنا نتشكى بالمرحلة السابقة إنه والله كل ما بده يصير في استحقاق داخلي، كان على صعيد حكومي أو على صعيد رئاسي أو على صعيد نيابي أو على صعيد قرارات، يعني في حدا بده يجي يتدخل حتى يمشي الامور. ما يعني مش عم يتفقوا اللبنانيين بين بعض، بدهم حدا دائما من برا يقول لهم شو بدكم تعملوا. فاذا ما تتامل بشيء انه اليوم في دعم دولي عربي ودولي، ومن بعد كل المآسي اللي مرقنا فيها وكل الحروب وكل الانهيارات اللي مرقنا فيها وكل هالدروس اللي تعلمناها، اذا ما رح نعرف نتعلم انه هذا الدستور بالاخر وهذا البلد في له نظام في مسؤوليات على الموجودين بسدة الحكم، انه بدهم يتفقوا ولازم يتفقوا على هالامور هاي، يعني على الدنيا السلام. هلا هذا لا يعني انه مش مسؤوليه كمان عربيه ودوليه اتمام استحقاق الحكومه. انا عم بحكي بصراحه، لانه هذا الدفع الذي اتى بجوزيف عون ونواف سلام الى رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه مفروض انه يستكمل، لكن مش يستكمل بشكل عشوائي واعتباطي. شو بدنا من الحكومه؟ بدنا من حكومه، هلا عم نحكي كثير عن تكنوقراط وبنحكي كثير عن سياسيين ولا سياسيين وحزبيين ولا حزبيين. خي انا قلتها من اول يوم بمجلس النواب وقت كانت الاستشارات مع الرئيس المكلف، الاستشارات النيابيه، انا قلت بوقتها على الاعلام انه شو ما كانت شكل الحكومه وشو ما كان نوع الوزراء، كانوا سياسيين او تكنوقراط، وقلتها للرئيس المكلف بالجلسه معه. بالنهايه اذا ما في اراده سياسيه بالاصلاح، واذا ما في، لانه مين عم بعين؟ مين عم يقترحهم للوزراء؟ عم ينزلوا من الفضاء؟ اخر شيء طب لازم النواب يعني لازم الاحزاب تقترحهم يعني؟ هلا مين عم يقترح؟ هلا عم تقترح الاحزاب. طيب. بس ما الرئيس المكلف قال انه من المعايير تبعه لا تمثيل للاحزاب في الحكومه. طيب امبارح قالها من اصل عبده او امبارح. طيب اذا جبنا واحد على الوزاره ما عندوش اتيكيت حزبيه وهو مقترحه الحزب، انه شو تغير؟ ما هي اللي عم نقوله نحن. ما عم بقول لك كيف يعني لا تمثيل للاحزاب؟ مشان هيك انا برايي كلها هيدي مثل واحد عم بضيع حاله بحاله. اخر شيء، وانا قلتها يعني تكون صريح، انا قلتها جوا وبرا بالاجتماع وبرا، وهذا رايي. حيش بقى نبرم حول الموضوع. في حكومه بتتالف، اذا في اراده سياسيه ودعم عربي ودولي بنفتش على الكفاءه. الكفاءه ضمن، ما فيك تضلك مثل ايام الثوره انه والله كل الاحزاب فاسدين وكل الكتل النيابيه ما بتسوى وكل اللي هن خارج الاحزاب والكتل النيابيه عظيمين وجيدين ونزيهين وعندهم كفاءه. هيدا وحده من الاخطاء اللي صارت باثناء الثوره. كلهم يعني كلهم، لا مش صحيح. التعميم بيجهل الفاعل وبيجهل المجرم. لذلك المطلوب انه نروح على كفاءات. هالكفاءات هيدي موجوده. مين بده يسميها؟ يسميها، ما هو مهمه حسب الدستور بده يقترحوا عليه، لكن مهمه الاختيار هي لرئيس المكلف، مش مضطر الرئيس المكلف ابدا. عليه بالدستور بالدستور بيقول مهمه تشكيل الحكومه هي بين رئيس مكلف وبين رئيس جمهوريه. صحيح، وصل لك. بس بالاستشارات بيقول الدستور انه يقوم بالاستشارات، الماده بعتقد 63 بيقول الدستور انه بيعمل الاستشارات، بيجري الاستشارات رئيس الحكومه. الماده 64 فقرة 2 يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، يعني هو رئيس مجلس الوزراء. هلا بالمادة 53 اللي انت عم تحكي عنها، هون هيدي مسؤولية كبيرة، انه هي صلاحيات الرئيس. هون عم نحكي عن رئيس الجمهورية، يصدر يعني رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق، فإذا ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم. إذا طبيعي بده يكون في اتفاق بين الرئيس، مش ما بينحكى بعض الأحيان إنه رئيس المكلف هو بيعمل الحكومة ورئيس الجمهورية شغلته يوقع. لا، مادة 53 واضحة. ولكن
مش مضطر رئيس المكلف وقت عم يجري الاستشارات يقبل بكل شيء. صحيح، ما في شيء بيجبره. إيه؟ منا إلزامية، لا بيجي بنتائجها ولا بإجراء. عظيم، بس بده يعمل حساباته انه نحن بنظام برلماني، بدنا نروح على مجلس نواب، في كتل نيابيه بتعطي ثقه، صح ولا لا؟ صح. عاده هي بتنعطى على مشروع، مش تنعطى بس على شخص على خلفيه محاصصه. وحده من الامراض يلي عانى منها لبنان واللي هي عطلت الاصلاح بالبلد واللي هي اخذتنا على الانهيار، وحده من الامراض مش عم اقول كلها، هي خبريه انه نختصر عمليه تشكيل الحكومات يلي هي السلطه التنفيذيه بمساله محاصصه. انا الي 2 انت لك 3، بحط جماعتي هون وهداك بحط جماعته هون، بفوتوا لجوا بمترسوا على بعضهم وبيعطلوا كل شيء. اليوم عم بيصير ذات الشيء؟ ما بتمنى لا. واللي عم بسمعه من كلام الرئيس المكلف مثل ما انت عم تسمع انه لا حاطط معايير كفاءه وعم يبحث بالاسماء والى اخره، لكن الامور بخواتيمها شيك. ولذلك انا برايي الاطاله غير مفيده، لان عم تصرف من هذا الزخم اذا بدك ان كان الشعبي او الخارجي يلي اتى برئيس الجمهوريه وبالرئيس المكلف. وبذات الوقت عم نبرم بدويره اخر نهار مثل ما قلت لك، الاراده السياسيه اذا غير متوفره، ان كان اللي جوا معه 13 شهاده او ما معه ولا شهاده، وان كان كفؤ وان كان غير كفؤ، وان كان فاسد وان كان نزيه، اخر شيء مجلس وزراء حسب الطائف وحسب هذا الدستور هو القرار السياسي له. يعني صحيح. الصلاحيات كلها اتاخذت من رئيس الجمهوريه ومن رئيس الحكومه وانوضعت بمجلس الوزراء. صحيح. اذا هودي مش مجموعه مستشارين بكره بدهم يقعدوا كل شوي يظهروا لبرا يتلفنوا للمرجعيه. طب اذا سميتهم الاحزاب هيك بده يصير فيهم، فاذا حتى لو كانوا كفاءات وحتى لو كانوا شو ما كانوا. لذلك انا بقول انه لازم يكون عندنا حد ادنى من الوعي، وهيدي مسؤوليه مشتركه على الاحزاب والكتل، وبذات الوقت بشكل اساسي على رئيس الجمهوريه وعلى رئيس المكلف انه يعرفوا يختاروا، وبذات الوقت ان يكون هنالك في اراده سياسيه، وهذه الاراده السياسيه بدها تتبع عربيا ودوليا ومحليا. تنكون صريحين، عمليه التعطيل بالسياسه وارده اذا ما في هذا الزخم اللي عم نحكي عنه، واذا ما في هذه الاراده اللي مفروض انه تكون اليوم موجوده بعد كل اللي مرقنا فيه. استاذ ابراهيم، يعني انت عايشت كثير من الحكومات وكنت على تماس مباشر معهم، بس ما شاركت ولا حكومه. اوكي، بس كنت على تماس مباشر معهم من خلال عملك بلجنه المال والموازنه. طيب ما كنا نشوف نحن انه الحكومه التي تجمع بصفوفها كل مجلس النواب كيف كانت تتعطل، لانه كل القوى الموجوده بمجلس النواب تفوت على الحكومه، وهذه الحكومه تتعطل من الداخل بسبب الخلافات. اليوم ليش ما بيكون في حكومه اكثريه واقليه، ناس بتحب تشارك ناس ما بدها تشارك، انه ينعمل بهذه الطريقه، او انه يروح الرئيس المكلف ورئيس الجمهوريه يشكلوا حكومه هن بين بعضهم وياخذوها على مجلس النواب، وخلي في ناس تكون معه وناس تكون ضدها. ما في مشكله، انا مش ضد هالفكره وانا معها. منيح. انا كل اللي عم بقوله انه اذا هالقد الاحزاب عملت لهم عقدي، يعني مشان هيك عم بقول انه الوقت صار ثمين جدا، المفروض اتخاذ قرار مثل ما قلت، ينعمل تشكيله تاخذ بعين الاعتبار بالحد الادنى اللي عم نحكي عنه، ونذهب الى مجلس النواب ولتتحمل الكتل النيابيه مسؤوليه. بس لازم يكونوا كل الكتل فيها مش ضروري فيها؟ انا عم بقول لك انا رايي لا مش ضروري. مش ضروري. وانا لو في كان مجال ولو كان في اذا بدك وضع طبيعي بالبلد انه لا يكون الخلاف بكره بالتكليف وبالتاليف على مشروع، مش على اشخاص ومش على حصص، مش على حقائق. خي فلان عظيم جدا وبدنا اياه وزير تنقول طاقه او وزير خارجيه او وزير داخليه، لكن هو مش وحده بشكل القرار السياسي بالبلد، هو بده يكون من ضمن مجموعه 24 وزير، وفي معطيات سياسيه وفي عناصر سياسيه كثير كبيره. فاذا هالوقت اللي عم نصرفه ما بقدر فسره الا صراع على الحقائق، انا شخصيا الا صراع على انه تموضعات معينه. بس كمان في صراع سياسي. وينه يا ريت؟ لا انا بقول لك وينه. الصراع السياسي اليوم انه كمان في كلام انه مش لازم يتمثل حزب الله بالحكومه هو وحركه امل، انه في اليوم كلام نقل عن مسؤولين امريكيين انه ما فيكم تحطوا حزب الله بالحكومه بعد كل شيء اللي صار، وفي كلام كمان انه بقصه وزاره المال انه خيي كمان ما فيك تجيب شخص موالي لحزب الله او لحركه امل كمان. هذا منه صراع سياسي، انا برايي هذا صراع سلطه.
اليوم ما هو صراع سياسي بيؤدي الى لا الصراع على السلطه. السياسه مفهومه غلط باللبنان. السياسه هي تربيه، هي اقتصاد، هي مال، هي صحه، هي دفاع. ايه بس ما كان في سيطره على القرار السياسي بالحكومه. بس ما في سياسه، سيطره على قرار سلطه. نحن بحياتك بجزم لك بتجربتي، عم تسالني عن تجربتي، ولا مره كان في صراع سياسي بالمعنى بس هلا كمان في صراع انه ناس بدها تطبق 1701، ناس ما بدها، ناس بدها تكمل بالحرب، هلا الكل عم بدها. بيقولوا انه بدهم يطبقوا، الكل عم بيقولوا انا جايب لك معي القرار يلي عاملينه بالاخر كل الاطراف، صح؟ طيب مين عملوا للقرار؟ اذا عم نحكي عن الثنائي الشيعي كان ممثل بالرئيس نبيه بري، هو عملوا، هن عملوه، مش بس هن عملوه، هن والحكومه اللبنانيه وكل اللبنانيه. اوكي مشينا فيه. طيب فاذا خلصنا من خبريه مين عمل ومين ما عمل. اخر النهار في قرار وافقت عليه كل القوى السياسيه بالبلد او الاطراف المعنيه، وصار في اجماع دولي او اذا بدك القوى الدوليه الفاعله، هذا لازم يتنفذ، ما في حدا يكون معه وضده. مشان هيك العبره بتأليف الحكومه سريعا، الذهاب الى المجتمع الدولي قبل 18 الشهر وبينقل له انه نحن هيدا الانسحاب الاسرائيلي بده يصير بالوقت المحدد، والا الجيش بده يفوت وما تنترك الخبريه على الاهالي. هذا موضوع لازم يكون مسؤوليه الدوله. الدوله يجب ان تتخذ هذا القرار، حكومه، رئيس جمهوريه، مجلس نيابي، بس ولكن السلطه التنفيذيه القرار عندها. طيب فاذا اولا تكثيف الاتصالات على المستوى الدولي للذهاب الى هذا المشروع يلي عم نحكي عنه، ونجي نقول انه طيب هذا المشروع ليش ما بيتنفذ؟ انتم طلعتوا فيه، هذا اتفاق دولي 1701، فاذا مسؤوليه عربيه ودوليه بالضغط على اسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني. اثنين، مسؤوليه مين اعداد الجيش؟ ما كان واضح، قياده الجيش بوقتها كانت واضحه انه نحن عم تطلبوا 10000 او بدنا على القليله 10000، بدنا مساعدات، بدنا مساعدات. طيب هذا هو الاتفاق. طيب فاذا هالمساعدات مين بده يامنها؟ نحن بنأمنها؟ بتتأمن عربيا ودوليا. بس ما هيدي المساعدات مشروطة انك انت ما بدك تعطي دور لحزب الله مثل سياسي مثل يا خيي بلش هالشيء وانت كنا عم نحكي هلا تحت الهواء انه الجيش عم يعمل شغله بالجنوب. صحيح، صح ولا لا؟ صح. وهذا الموضوع عم بيصير فيه تعاون وفي ايجابيه وفي عمليه انتشار جديه للجيش اللبناني، لكن بدنا ندعمه للجيش اللبناني. بدنا نقوم بواجباتنا تجاهه، مش بدنا نيجي نتركه بالساحه ونقول له اخر شيء مثل ما وصل مش جوزيف عون لرئاسه الجمهوريه ونواف سلام على رئاسه الحكومه وروحوا دبروا حالكم. لا مش هيك. هيدي الالتزامات انتم كمان يا مجتمع دولي ويا مجتمع عربي مسؤولين عنها بالدرجه الاولى قبل ما تكونوا مسؤولين عن توزيع الحصص والحقائب بالحكومه. بس كمان عم بيجي يحكيك اليوم بقصه وزاره المال، يقول لك هيدي انا كمان ما في يكمل فيها مثل ما كنت مكمل فيها انت من قبل. يا خيي هيدي عم بيصير في اتفاق عليها، هذا موضوع ما حدا ابدا مش واعي لخبريه وزاره المال. وهيدي كانت حلتها يا اما باعتماد المداوره بكل الوزارات، ما نعتبر في وزاره هي حكر لحدا، لا لهالطائفه ولا لهالطائفه، يا اما بالتفاهم على صاحب كفاءه من الطائفه الشيعيه الكريمه مثلا. وبالتالي هذا منه موضوع مستعصي. يعني حتى من الاسماء المطروحه اليوم في ناس عندها كفاءه. اليوم الاسم الاكثر شيء مطروح هو الاستاذ ياسين جابر. انا عندي تجربه معه، نايب بالبرلمان عريق بعلاقاته باتصالاته، منه حزبي، وعنده اذا بدك حجم من العلاقات ومن الاستشارات ومن الحضور المؤتمرات ومن العمق اذا بدك بالعمل المالي، ما يؤهل هذا الشخص انه يكون بموقع مثل الموقع اللي عم ينحكى عنه. هلا في غيره؟ ايه بتكون في غيره، مش مشكله. بده يتم اتفاق على اسم مسؤوليه رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه حسب الماده 53 من الدستور. هذا الموضوع بينحكاش نقول نحط شغله وننام تحت منها. كيف يعني رئيس جمهوري ورئيس المكلف بيروحوا بيسموا واحد؟ هن من الاسماء المقترحه عليهم بيسموا واحد، او يمكن هن يقترحوا اسم اخر غير الاسم المقترح عليهم. مسؤوليتهم دستوريا هن ينهوا هذا الموضوع. وبالتالي كل الحكي عن انه دوليا وعربيا مش مسموح ومسموح وبنقبل وما بنقبل، هذا كله موضوع تفصيلي امام
تشكيل الحكومة، الذهاب إلى المجتمع الدولي والمجتمع العربي، الطلب منهم الدعم المطلوب وتنفيذ الالتزامات والوعود. خي الأعمار ما بدك تشوف إذا بترضيهم هالحكومة للمجتمع العربي والدولة. أنت عم تحكي أول شيء خلي تطلع مسودة، أنا عارف إذا بترضي أو ما بترضي. بعد لحد هلا ما في مسودة، بعد لحد هلا مش على علمي قرينا انا وياك او انا بمعلوماتي يا اخي، مش عم تخبى ورا اصبعي. في شويه اسماء بتروح وبتجي اوكي، بس بعد ما في مسوده كامله انعرضت على رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه يعطي رايه فيها. صحيح. لانه اخر النهار في اكزرسيس ما انعمل، ما بيقدر رئيس الجمهوريه ما يعمله، لانه هو هذه صلاحيه له، ما له حق يغيرها، اللي هي الاتفاق مع رئيس المكلف على تشكيل الحكومه بكامل حقيبها. فاذا بعد عندنا مرحله، فخلينا نمشي بقى. خلينا نطلع من خبريه المحاصصه، وخلينا نطلع من خبريه هذا مقبول وهذا مش مقبول. الاراده السياسيه بتمشي البلد. بدنا ناس كفؤين 100%، بدنا ناس باول العهد يكون عندهم مصداقيه ويكون عندهم كل الصلاحيات انه يقدروا يقوموا بشغلهم. انا مع الذهاب الى مجلس النواب الليله قبل بكره، انا مع، لانه بدنا نخلص، عندنا استحقاقات 18 شباط بعد جمعتين. شو بنعمل؟ نرجع بنحط 30 40 قتيل شهيد؟ هلا الاحد في دعوه للتظاهر يعني يمكن كمان يسقط فيها عدد من الشهداء. فاذا الدوله عليها ان تكون هي المبادر. الدوله اليوم بهذا العهد بس بدها تبادر، بدها تبادر، بدها تطلب من المجتمع الدولي والداعمين من دول عربيه وغيره انه خيطعوا في التزامات يا حي موجوده. عظيم. بدنا نمشي بهالقصه، بس لكن شكل الحكومه بس عظيم. بس بتشكيل الحكومه كمان بدك تاخذ يعني بين هلالين ما يسمى بهواجس المجتمعين الدولي والعربي، والا ما بيساعدوك. ليك رئيس جوزيف عون تاخذ بهواجس المجتمع اكيد العربي. الرئيس نواف سلام كمان. اوكي وخلص. وهي الحكومه بكتير بقليل رح تكون بهالجو. ليش بدنا نحكم على الشغله قبل ما تصير؟ ما نحن صايرين كمان مثل واحد عايش بحاله نفسيه مستعصيه، انه بدنا نخترع المشكله قبل ما يصير. بلشوا بقى فوتوا على الموضوع، فوتوا على صلب الموضوع وبتوا. بس كمان ما بدك تشوف كيف يعني كمان بمعايير توزيع الحقائب في كتير ناس عم يشكوا. مثلا الاطراف المسيحيه عم بتقول يعني القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر والكتائب عم بيقولوا انه نحن مش عم بيتم التعامل معنا مثل ما عم بيتم التعامل مع الثنائي. بدنا نطلع من هاي المعزوفه. نحن بوضع، مش عم بحكي عن المسيحيه بس. انتم ما بدكم كتكتل، ما بدكم انا وزير؟ مش عم بحكي، انا مني وعلي اخر همي هذا الموضوع. انا بالنسبه لي مساله انقاذ البلد هي الاساس، ونحن عندنا فرصه استثنائيه. في دعم عربي ودولي اجى موجود، في رئيس جمهوريه انتخب عنده تعاطف شعبي وخارجي كثير كبير، في رئيس مكلف عنده سمعه كثير جيده، وبذات الوقت في كمان ثقه فيه خارجيه. خلينا نخطي هالخطوه، وفي قرار دولي على الطاوله، وفي حكي عن 22 اتفاقيه مع المملكه العربيه السعوديه، مع السعوديه. وفي حكي عن دول تانية خليجيه بدها تستثمر بلبنان. يا خيي هو حكي، مش هيك؟ شو ناطرين؟ خلينا نشوف هالحكي. بلشوا بالجنوب، اطلعوا على دول المجاوره، دول الخليج وغيره يلي عم تطرح كل ايجابيه ماليه واقتصاديه تجاه لبنان. روحوا على هذا كله واقف هلا علي وعليك وعلى مين بده يتمثل هون وهذا بده يتمثل. يعني معناتها بعدنا بذهنيه ما تعلمنا شيء من الماضي. بس انه يعني هل من المقبول انه مثلا يعني الثنائي الشيعي ياخذ الحقائب اللي بده اياها والاحزاب المسيحيه مثلا والسنه والدروز ما ياخذوا؟ طيب يا بس بلش بالمسوده يا اخي. وني ليش عم نذبح قبل ما نشوف من خلال التفاوض. مين قال هذا حكي؟ طيب هذه الاحزاب عندها هواجس، مش هيك؟ انا رايي هواجسها لازم تكون بالمشروع اكثر ما تكون بالاشخاص. انا بقول لك رايي. لكن خلينا نقول مثل ما بينحكى بكل هالاحزاب وحده المعايير، ومثل ما بتعملوا غيري يعملوني والى اخره. يا خي بلشوا حطوا لي تشكيله على الطاوله تنحكي اذا كان فيها وحده معايير او لا. خلصنا بقى. بس شفنا بالماضي وحده المعايير وين وصلت. نجحتك
نجحت البلد؟ كان في سيطرة على قرار سياسي وما كانش في وحدة معايير أصلا، مش موجودة كانت. لك يا أخي مرقنا بمراحل وحدة معايير وأوفر وحدة معايير. شو عدد الوزراء اللي بيعمل لك الحل السياسي بالبلد وبيعمل لك الإصلاح؟ رجعت للي كنت عم اقول لك اياه بالاول، يا بدك تشتغل بخلفيه سلطويه وساعتها بتروح على الخراب، يا بدك تشتغل بخلفيه سياسيه وطنيه، مشاريع ورؤى وملفات جاهزه للحل وهلا بنحكي فيها. وهيدي بناء، هيدي بتبني دوله وبتبني بلد. بس شو بيعملوا باقي الفرقاء السياسيين، وبرجع بقول لك خاصه المسيحيين بهذا الموضوع؟ حقهم يطالبوا بحقائب. باول سنه ونص شو عملوا؟ انا عندي راي بالموضوع المسيحي، انه نحن اجينا رئيس اليوم اسمه جوزيف عون. هذا الرئيس يا خيي بكتير بقليل في ثقه دوليه وثقه عربيه فيه وفي تعاطف شعبي معه. خلينا نحط كل الحسابات السياسيه بمعنى الحسابات السلطويه على جنب، ونشكل قوه اذا بدك داعمه للوصول لتحقيق نتائج بملفات نحن شعبنا بده اياها. إعادة هيكلة القطاع العام، إعادة هيكلة المصارف، اللامركزية المالية الإدارية الموسعة، النمو الاقتصادي المطلوب إلى آخره، الإعمار. طيب هودي أهم ولا حصتي بالحكومة أهم؟ في فرصة بيسلموا يعني، ما عم بقول طب بيكونوا إلى جانب رئيس الجمهورية بس مع حقائب، بس مع حقائب. أنا ما ما عم بقول سلم أو ما تسلم. أنا عم بقول روح ناقش بالمضمون. بمضمون شو؟ مضمون بين الوزارة؟ بمضمون المشاريع اللي بدنا نمشي فيها بالإصلاحات. الإصلاح مش غنية، ما بسمع غير كل عهد بيجي ببلش العهد إنه الإصلاحات، صح ولا لا يا أخي؟ صحيح. مش هيك؟ بدنا نعمل إصلاح والإصلاحات والإصلاحات والإصلاحات، بنبلش بالآخر شيء يا إما عطلنا بعضنا، يا إما ما بعرف شو بصير، يا إما ما خلونا، يا إما خلونا نخلص من هاي الخبرية. خلت تتجمع القوى بلبنان سياسية وطائفية والبدك اياه والمستقلين والحزبية لتنفيذ مشروع اسمه إنقاذ لبنان ب4-5 ملفات. بيناتها وقت بحكي بإعادة هيكلة المصارف بحكي بحقوق المودعين. هلا رح نحكي عنه. منيح؟ منيح. إنه بتعيد هيكلة البنوك وأكثر من 150 مليار دولار مكبوبين بالزبالة. كيف هاي؟ مسؤولية مين هاو؟ مش مسؤولية المصارف والدولة يلي كانوا عاملين شركة سوا؟ مسؤوليتي أنا؟ مسؤولية المواطن؟ فإذا في ملفات داهمة، هيدي الملفات اللي لازم يتم تعاطي معها. لا يعني ذلك، عم برجع كرر لك ما ترجع تسألني السؤال، إنه نتخلى عن خيي إذا حدا عنده رغبة بالمشاركة وبده يفوت أهلا وسهلا، ما حدا عم بيقول له لا. بس خلها تكون بس كيف؟ ضمن سريعة. شو بفوت؟ يعني ضمن شو؟ ضمن أي معايير؟ ضمن أي أطر؟ ضمن المعيار الأول هو الكفاءة وعدم التشبث بأحجام. ما بسمع غير أحجام، خلصنا من الأحجام بقى. فوتوا شاركوا بالقرار السياسي وحطوا مشاريعكم على الطاولة وسقوا بالعالم وسقوا برئيس الجمهورية. فوتوا اشتغلوا انتوا وياه، ونحن بالمجلس النيابي رح نكون انا مني وعلي من اكثر الداعمين، لانه بعتبر انه هاي الملفات اكثر ملفات انا شاغل عليها. بس شو يعني اذا بقيم اليوم الدور المسيحي بالعمليه السياسيه اللي صايره، شو التقييم اللي بتعمل؟ ضعيف. ليش ضعيف؟ لانه مفتت مشتت. شو لازم يكونوا في راي واحد يعني؟ مش ضروري، بس على القليل يكون في تنسيق، على القليل يكون في رؤيه وطنيه مشتركه، على القليل يكون في مشروع سياسي. وقت عملنا اتفاق مع راب بال 2016 مثلا، بقينا نتفاوض سنتين، ما كان بس لايصال الرئيس عون ميشيل عون لرئاسه الجمهوريه، وحده منه كان ايصال، وحده الثانيه كان قانون انتخاب جديد انعمل، الثالث والاهم هو التشارك مع اخواننا وشركاتنا بالوطن على قيام دولة. حكينا باللامركزية، حكينا بإدارة مالية شفافة، حكينا بالمحاسبة، حكينا بالقضاء المستقل. حول في مشروع طويل عريض غير عملية التحاصص على مستوى إذا بدك الحزبين بمسألة المواقع وإلى آخره. طيب هذا للأسف أنه أوكي تنفذ منه اللي تنفذ يلي هو انتخاب الرئيس عون وبوقتها قانون الانتخاب، ولكن في كتير امور لم تاخذ طريقه، وهلا مش بوارد انا فصل ليش وكيف. اذا اليوم المطلوب عند المسيحيين من بعد ما وصلنا للي وصلنا له انه يصير في تفاهم على مستقبل خي هالشعب.
على المستقبل اللي انتم بتمثلوه بالبلد، اكثر ما هو على شو انا بيطلع لي وشو انت بيطلع لك، وكيف بدي فوت مترس جوا انا وياك حتى نقتل بعضنا تنجي على الانتخابات النيابيه نقول انت ما بتسوى وانا بسوى. خلصنا من هاللعبه هاي. حرام بقى نحن نجرب مجتمعنا المسيحي بتجارب مثل التجارب اللي مرقنا فيها. بس ما هو مثل ما فرض تفاهم مع راب ممكن يفرض اي تفاهم جديد. ما بديش تفاهم بقى، بدي اتفاهم بمعنى مش تفاهم، بمعنى يكون في تشارك برؤيه مشتركه. هذاك التفاهم خي عملناه وكان في سلطه والى اخره، يا ريت بيرجعوا بيعملوه انا معه، ولكن انا عارف انه بيوكلك هلا بيوكلوك عن جديد بالتفاهم يا خي مش مشكله اذا وكلوني، مش مشكله. ما بعدهم يعني الرئيس التيارات والحقوق الاستاذ جبران باسيل حاسب انه انتم يعني عم يحسبكم بالاصوات انه بياخذ عليكم حصه وزاريه. مش مشكله انتم اللي طلعتوا من انا كل هيدي التكتل. ما حدا طلع، لما انا افوت بهالخبريه انه مين طلع وكيف طلع وليش طلع مش بدي فيها، مش وقتها ولا رح ساجل بهالموضوع. ولكن انا كل فكره المحاصصه وكل فكره الاحجام مش وقتها اليوم. هيدا اللي عم ناقشك فيه من اول حلقه. انا بعتبر التعالي عن كل هالمواضيع بالمرحله الحاليه والقبول بتمثيل مقبول للمشاركه بإنقاذ لبنان بظل هذا الدعم اللي عنا اياه، وبظل هالفرصة الاستثنائية اللي اجت بعد دمار وخراب وانهيار وفساد وإلى آخره. هيدي مصلحة الكل، مصلحة كل اللبنانيين بأي موقع هن كانوا. والمسيحي لازم يكون إذا بدك الدافع الأول نحو بناء الدولة بلبنان. هو لازم يكون الرائد بهذه العملية. مش عم أقول إنه الطوائف الأخرى كمان ما لازم تلاقيه ولازم يكون عندها نفس الدور، ولكن أنا بعتبر تاريخيا كمان إنه هذا الدور الفاعل والفعال هو كان ويجب أن يعود إذا بدك هن عم بيحاولوا يوصلوا هيدي الرسالة. وين؟ بكل تصريحاتهم وبكل تحركاتهم وبكل مطالباتهم. ان شاء الله. يعني انه في البعض منهم، يعني مش عم اقول الكل انا، بس انه في توجه. لذلك هذا الشيء اذا هالتوجه جدي خليه ياخذنا على تشكيل حكومه سريعه. مش عم بحط المشكله عند المسيحيين ولا عم بحط المشكله عند غير المسيحيين، عم بحط المشكله بالذهنيه كلها حتى عند الرئيس المكلف. وبتمنى انه رئيس الجمهوريه يكون عنده نفس اذا بدك نفس الخلفيه اللي انا عم بحكي فيها هلا، اللي هي حطوا كل هول الحسابات. هلا خلينا نروح الوقت تمين. هلا وقت بعد نتقاتل على هاي الحقيبه وهديك الحقيبه؟ هلا وقتها؟ ولا وقت نطلع نقول للعالم كله نحن قعدنا تشكيل لبنان بمؤسساته، ونحن طالعين على كل المحافل الدوليه وكل المحافل العربيه نقول في التزامات وفي حقوق للبنان، تفضلوا نحن وياكم تنحققها وبالتعاون مع بعضنا وضمن محيطنا العربي. طيب اليوم في كلام لرئيس حزب القوات اللبناني سمير جعجع بيقول فيه انه خيي كيف بدك ترجع انت تكرر مثلا ذات التجربه بوزاره المال، تجيب شخص انه بيمونوا عليه الثنائي حزب الله وحركه امل. هو عم بيقول خيي طب كل التجارب السابقه كانت فاشله، كيف بدك تكررها؟ عم نرجع نفوت بزروبه. هي زروبه؟ انا عم بحكي انا وياك، مش عم بحكي عن سمير جعجع، عم بحكي انا وياك. ليش؟ يا خي حط لي مسوده وخلصني، ساعتها بنتناقش عليها. انت بعد عارف انه لحد ما تنكبل او تنوضع هالمسوده امام رئيس جمهوريه، شو بعد بده يصير في نقاش عليها؟ ما بعد عندك الرئيس بده يوافق او لا، واكيد راح يكون عنده راي، صح؟ 100%. اكيد يمكن يكون عنده ملاحظات، وبذات الوقت شو بده يطلع ملاحظات من مختلف الكتل الاخرى، فاذا بعدك باول الطريق. هيدا الكلام بيصلح او يمكن يكون تنبيه من قبل اطراف سياسيه عندها راي. انا رايي انه اليوم الكره بملعب رئيس المكلف ورئيس الجمهوريه، طبعا بالنهايه بده يتفق هو وياه. فاذا خلص خلينا نقطع دابر الدوران بحلقه مفرغه، وخلينا نروح نبلش باول مسوده على الاقل، لانه يمكن اول مسوده وانا اكيد مش رح تكون هي النهائيه، صح؟ بده يكون في ملاحظات بالعادي هيك اكيد. طيب. فاذا الموضوع مش موضوع نحن بنسمي وغيرنا ما بيسمي، عم بقول لك رايي. الكل اخر شيء عم ينحكى معه. اوكي؟ خلينا نعتبر شو الافضل للبلد
شو هن الاسماء يلي اكثر شيء، لان برجع بقول لك القرار سياسي. يا خيي هالوزراء اللي رح تجيبهم قاعدهم جوا، واللي بيقول لك الدستور انه شو هن رح يقيموا الزير من البير. يعني مين لك رح يقيم الزير؟ ما رح يعملوا شيء هن اذا ما في هذا الجو اللي عم بحكيك عنه. مرق علينا حكومات، هاي حكومه الرئيس دياب، هاي حكومه الرئيس مئاتي، هيدي حكومه الرئيس سعد الحريري، هيدي الحكومات كلها اللي تعاقبت شو عملت؟ طلعونا من هالبرايمه والدوايخه بقى. روحوا الفوا الحكومه وروحوا استفيدوا من هذا الجو الدولي والعربي. وقفوا مقاس الناس بجنوب وألامها، نشروا الجيش. طب ما كمان جيبوا اموال للبلد واستثمارات للاعمار كثير منيح. بعرف عم تحكي هلا عن مأساة الجنوب. يعني طب ما في اطراف سياسيه، حزب الله بيرجع بيقول لك بدي انا جيش وشعب ومقاومه بكره بالبيان الوزاري. يا خيي طيب مختلفين معه عليها هيدي، وبكره بده يمشي براي السائد. اذا مش ماشي الحال بشعب وجيش ومقاومه مش رح يكون في شعب وجيش ومقاومه بسهوله. يعني ما خلصنا من هيدي الخبريه انه ما هيدا النقاش اللي بدي اشوفه. انه نتخطى مرحله التاليف ونفوت بالمشروع اللي اسمه البيان الوزاري، اللي اسمه شو بتعمل الحكومه، اسمه شو توجهاتك خارجيا، حياد لبنان بالصراع اللي داير بالمنطقه. طرحوا الرئيس عون، طرحوا الرئيس عون وطرح اللامركزيه، كيف بننفذه؟ وطرح حصريه السلاح. كيف بننفذه؟ بيقدر ينفذه وحده حسب الدستور؟ لا اكيد ما في نفذه وحده. هذا مجلس الوزراء ماده 65 تناط السلطه الاجرائيه بمجلس الوزراء، وهو السلطه التي تخضع لها القوات المسلحه، ومن الصلاحيات التي يمارسها واحد من الصلاحيات عندك وضع السياسة العامة للدولة. هو مين بده يحطهم؟ الوزراء. تكنوقراط وحدهم بيقدروا يعملوها، أو سياسيين وحدهم من دون إرادة كبيرة سياسية وجو داعم بيقدروا يعملها؟ لشو عم نتقتل على هالخبريه الغلطانه؟ انه اذا كان واحد تكنوقراط يعني لازم يكون بعيد عن السياسه. ما عم بقول لك يكون بعيد انا، ولا عم بقول لك يكون قريب، بس مش اصحاب اختصاص وحدهم بحلوا المشكل بالبلد. السهر على تنفيذ القوانين والانظمه، تعيين موظفين الدوله، ولك حل مجلس النواب، كلها صلاحيات طويله عريضه. هيدي الصلاحيات السياسيه بدها عمليه انه لا بكون من الجامعه الفلانيه مش من الجامعه الفلانيه، مثل ما عم بسمع. شو له علاقه الجامعه؟ في قرار سياسي بإنقاذ لبنان، نعم أم لا؟ تعلمنا من الماضي، إيه أم لا؟ في زخم عربي ودولي وصل لانتخاب هذا الرئيس وتكليف هذا رئيس الحكومة، إيه أو لا؟ استثمروه. إيه بس أنت شفت إنه تعلمنا من الماضي؟ يعني بعض الأطراف تعلمت ولا ما تعلمت؟ إن شاء الله. ما بدي قلت لك أنا بعدني بدي أعطي وقت وبدي أعطي مجال، بس أنا بلشت حس إنه لا، بعدنا عم نرجع نلعب زيت اللعب. فلتكن الانتخابات النيابية المقبلة إذا شعبنا بده يوعى ويطلع من الشرنقات يلي حاطينه فيها، فلتكن على هيدي المسألة الأساسية والجوهرية. طب اليوم مين فعليا عنده إرادة سياسية بالبلد إنه ينقذ لبنان وإنه يكون فايد بمشاريع إصلاح، ومن هو اللي بعده متمسك بالمزرعة وبالمحاصصة وبسلطته هو، وكيف بده يقوم على ظهر الدولة، وكيف بده يعيش قواعده الشعبية على ظهر الدولة. هون كمان بسياق تشكيل الحكومة وبسياق الجو الجديد الموجود بالبلد. اليوم عم بيجي الثنائي حزب الله وحركة أمل عم بيقول إنه خيي أنا عم بتقولوا الظروف تغيرت وما بقى أنت مثل ما كنت بالسابق، أنا اليوم بدي ضمانات، وهي الضمانات بدي أخذها بالحكومة، بدي أخذها بالبيان الوزاري، بدي أخذها. شو؟ نرجع نحكي زيت الحكي. قلت لك فليكن خلينا نحط المشروع على الطاولة يا خيي، بلش لي فيه، خلينا نتقاتل على المشروع. شو المشروع بيعطيه الضمانات؟ هو بده ضمانات، ما انت عم بده ضمانات ما تاخذ له امتيازاته اللي كانت بالدوله. طيب عال انت ما فيش قصه امتيازات بالدوله. كيف كان عنده امتيازات؟ ما في. هلا نحن وعنده سلطه وعنده قرار. مشان هيك اللي كل مين كان عم بيبحث عن سلطه اليوم لازم يبحث عن انقاذ لبنان. ما حدا ما دفع فاتوره يا بسام. ما عم نقول لا، بس انت كان في واحد من اي حزب اخر يفوت على قصر العدل ويهاجم قاضي. هلا هيدي لازم خلص. هلا انت عم بعهد جديد ولا لا؟ صحيح. وبمعادله جديده ولا لا؟ وشو بدنا نحكي شو صاير بالمنطقه؟ ما انتم عارفين شو في بسوريا، وشو في بغزه، وشو في بالدول العربيه كلها المحيطه فينا، والصراع الايراني، التركي، الاسرائيلي،
الامريكاني، المحاور كلها. انت هلا بهذا الوضع، هي الدوله الصغيره اللي اسمها لبنان يلي قدراتها وامكانياتها كثير كبيره، لكن جغرافيا هي صغيره، وبذات الوقت داخله فيها كل شيء في مصالح دوليه وخارجيه. شو مصلحتك تعمل؟ مصلحتك تركب دولتك ومؤسساتك، يكون على الحياد وركب دوله، وعلى هذا الاساس تعال اعملها بالمشروع اللي حكي فيه رئيس الجمهوريه بخطاب القسم. طب شو سر يعني هذا الضغط الدولي على لبنان، يعني لحتى انه يحط نفسه على السكه الصحيحه؟ هل فقط هناك مصلحه لبنانيه ام لا في مصالح اخرى لدول ثانيه؟ يعني اليوم بنشوف الفرنسيين طاحشين، الامريكان طاحشين، السعوديين طاحشين. يمكن الامريكاني هدفه تامين امن اسرائيل اكثر، الفرنسي شو هدفه؟ السعودي كمان بيقول انا بدي ساعدكم باعاده الاعمار وبدي اعمل استثمارات بلبنان. طب في جو موجود. طيب انا محلك انا محلك محل المواطن اللبناني اللي عم يسمعنا الليله ولا عم بيشوفنا. انا خيي ما فيش هذا الجو. تقاطعوا كل واحد على مصلحه. الفرنساوي خي عنده مصلحه تاريخيه بالبلد، ويمكن يكون عنده مشاريع وعنده اعمال عظيم، بس انه رايح على فكره دعم. السعودي كذلك الامر، يمكن في صراع بالمنطقه منيح وقديم وتاريخي والى اخره، وشاف اليوم فرصه انه يرجع يدخل على لبنان من البوابه اذا بدك العربيه، واسترداد لبنان لمحيطه والى اخره. تعظم. الامريكاني كذلك الامر، في خارطه عم ترجع تنرسم، ان كان من تركيا لسوريا للعراق لايران، ولبنان جزء منه. صح؟ صح. انت اوكي، تحليل حلو، بتقعد بالبيت عشيه بويك اند عبالك بتقرا كتاب بتحلل. خي انا هلا مسؤوليتي عندي هذا التقاطع، بستغل هالتقاطع وببني عليه. بدي اروح نبس على جنس الملائكه، بس بركي في تقاطع مثلا بده اياك تروح على مواجهه مع طرف اخر بالبلد. هذا مشي هيدي البركه وبركي في شيء حدا بده يجي يفركشك من جوا. لا مش عمول هيك. طيب بس اليوم يا خي في تقاطع اليوم، انت بعدك عم تسأل 100% في تقاطع ولا لا؟ في. انت مصلحتك كلبناني شو؟ استفيد من هذا التقاطع. استفيد يا خي. بس انا سؤالي، اذا في اطراف بهذا التقاطع بدك اياك انه انت كلبناني تعمل مواجهه مع لبناني اخر، يعني انه بدهم اللبنانيين يواجهوا حزب الله، شو بتعمل؟ مش ضروري، في اتفاق، وهذا الاتفاق صار بتفاهم مع اذا بدك حزب الله ومع حركه امل ومع الدول المحيطه، او اقفى الملف، او لحد هلا اقفى الملف حرب تروس بالبلد، دمرت وقتلت وعملت عدوان طويل عريض على لبنان. طيب ببني عليه كمان، ببني على هذا الاتفاق يلي اسمه اتفاق، وبعدين بمشي بخطى ثابته وباخذ مبادره كدوله، مش بنطر الناس تطلع على الجنوب يركض الجيش من يمين وشمال يشوف كيف بده يحمي الناس حتى يأمن وصولها على الضيع والقرى، وهذا وكله نحط 22 أو 24 شهيد. صح ولا لا؟ طيب فإذا المبادرة بعد إعادة تكوين الدولة هي واجب، والعمل مع المجتمع العربي والدولة هو أساس، وتنفيذ الوعود والالتزامات العربية والدولية مسؤولية حكومية لبنانية بالدرجة الأولى. وإلا شو عم نعمل؟ ننسى كلها وبنقعد كل الوقت. هلا صار لنا قد ايه؟ صار لنا ساعة وشوي، مش هيك؟ 3/4 الساعة. لا 3/4 الساعة بعدنا انه فلان بده هالقد وفلان بده هالقد وكيف وليش يا استاذ؟ نحن 3/4 الساعة صار لهم رح يصير لهم جمعتين. نحن 3/4 ساعة وكثير. في كثير ملفات مثل ما ذكرت يعني، وقضايا واستحقاقات مطروحة على الحكم الجديد وعلى السلطة الجديدة يلي عم تتكون، ولكن أبرز ما هو مطلوب وأبرز ما هو يعني موضع نقاش من 5 سنين لليوم هو الوضع المالي والوضع الاقتصادي، وأنت كنت على تماس تام مع هذا الوضع بلجنة المال والموازنة. اليوم كل المواطنين سؤالهم الوحيد: هل سنتمكن من استعادة الودائع؟ شو لازم يصير؟ أولا موضوع استعادة الودائع مش بيع شعارات، مش بيع حكي، ومش خطط حبر ورق، هو مسار. انت خد العملية ببساطة، بدل ما تروح على دولة بأمها وبيها وبمصارفها وبقطاع المصرفي والاقتصادي كله سوا وصلت لحالة إفلاسية، تما نقول فلسنا، حالة تعثر كتير كبير.
رحلة خيي على دكان فلست تعثرت. أول شغلة شو بتعملها؟ أول شغلة بتعين خبير. شو بيعمل؟ بفوت بيعمل إحصاء بالموجودات، شيك بالمطالبات، يعني موجودات ومطالبات، أكتيف وباسيف. هل نحن بعد اللي حصل نعملت هالاكزرسيس نعمل؟ إذا بدنا نرد ودايع عم بحكي. جينا نقول للبنانيين شو بتقصد يعني عمل اكزرسيس قبل ما نيجي موجودات المصارف ومطلوبات المصارف؟ اولا اكيد يعني اودت على موجودات المصارف واودت على مطالباتها، وبذات الوقت لانه المصارف مش وحدها كانت بهالموضوع. طبعا المعلوم للجميع انه في تمويل راح للدوله من قبل هودي البنوك، دينوا الدوله بودايع الناس الى ارقام كبيره توصل ل 60 65 مليار دولار اللي هن. هيدا تقرير الفاريز موجود. طيب هيدا الامر لا يستدعي للمسؤولين الاساسيين اللي عم ينحكى عنهم، وحكاها رئيس الجمهوريه الرئيس جوزيف عون، حكاها ان كان بخطاب القسم وان كان بعد منها عندما التقى مع وفد من جمعيه المصارف. شو قال؟ انه خيي هي مسؤوليه مشتركه على مصارف الدرجه الاولى وعلى الدوله، وانا بزيد عليهم مصرف لبنان. مصرف لبنان. قبل ما نوصل على المودعين في هاو. فاذا مثل التدقيق اللي انعمل بمصرف لبنان بده ينعمل تدقيق على البنوك، وبذات الوقت بده ينشاف شو التزامات الدوله تجاه هالمساله هي. ما بده ينعمل تدقيق على الدوله؟ بلا، ما هذا هو اللي عم بقوله. وقت بده ينقال شو امكانيات الدوله، يعني من خلال تدقيق كمان. وانا برايي التدقيق على الدوله نحن عاملينه، يعني بنعرف شو ايراداتها وشو نفقاتها وبنعرف شو موجوداتها. بدك بس تروح تتوسع اكثر بعمليه الامكانيه المساهمه وباي طريقه. اللي انا عم صرخ له صار لي 4-5 سنين وتعرضت لقد ما بدك من المشاكل على هالموضوع، انه خيي قبل ما تروحوا تقولوا للناس شطبنا لكم ودايعكم او مش قادرين نعطيكم اياهم او يا شو او بالمخفي معي، او يعني مش بالمخفي بمعنى بالمخفي بس انه بالجلسات الخاصه، انه لشو بعدك عم تطالب بهالموضوع؟ ما انت عارف انه ما فيش مصاري. روح قولوا لهم للعالم انه ما فيش مصاري. خي كيف انا ضميري بيسمح لي اني اطلع اقول هالشيء وبعد ما عندي اوديت كامل وماني عارف هون وبرا شو بعد في مصاري وشو في امكانيات استرداد؟ اي دوله بالعالم مرقت بازمه مصرفيه وماليه ونقديه مثل اللي مرق فيها لبنان وقعدت تفرجت وقالت للعالم روحوا شو اسمه غلوا دفاتركم المصرفيه واشربوا ميتها؟ في مسؤوليه. هالسياسه النقديه وهذه السياسه الماليه اللي انا نبهت عنها واللي عمل تدقيق وبعته على ديوان المحاسبه ب 27 مليار دولار من سنه 2013 كملوه لل 2019 وزاره الماليه. وهذا الابراء المستحيل اللي قاموا علي القيامه بوقتها واعتبروه مسيس، منوش مسيس. اذا في حدا سيسه وانا ما سيسته. كان عم يحكي بشو؟ كان عم يحكي بمليارات الدولارات اللي توثقت من سلفات ومن قروض ومن حسابات ومن الى اخره، وراحت هدر. هاي الدوله مش مسؤوله؟ هودي الناس مش مسؤولين؟ فاذا في مسؤوليه. سياسه الدعم ما بتتحمل مسؤوليتها الدوله اللبنانيه ومصرف لبنان، فاذا في مسؤوليه. انطلاقا من هون بده ينعمل عمل عادل. اوكي، بلشوا من بعد الضغط اللي عملته بلجنه المال او عملناه بلجنه المال، راحوا على قانون بهيدي الجلسه يلي صارت مع الرئيس مئاتي، عدلوا الخطه وراحوا على قانون اسمه قانون استرداد الودائع يلي هو الانتظام المالي او معالجه مساله الودائع. بس كمان ما قلع. رحنا عليه. ليش ما قلع؟ رحنا عليه لقينا انه اوكي عنوان حلو بس مضمون ما في شيء. ورقه معلق مش موجود. كيف؟ بعطيك مثلا في ماده 10 او ماده 11 بالقانون معي اياها هون. شو بتقول؟ بتقول مثلا على موضوع ال 100,000 دولار انه بمعنى انه هيدي ال 100,000 بترجع، يعني الحسابات لحدود ال 100,000، لكن شرط ملاءة كل مصرف على حدا. اول شيء ليش بدك تحدد لي 100,000؟ طب عم بحكي خيي، حكيوا اول شيء بال 100,000 ترجع يروحوا على صندوق استرداد ودائع من ال 100,000 واكثر، مش هيك؟ فاذا حتى بال 100,000
مش مأمنة بنسبة 80-90%. أي مصرف مليء اليوم؟ مين بيقول لي أي مصرف مليء؟ عملتوا أوديت على البنوك تنعرف أي مصرف مليء؟ طيب رحنا على صندوق استرداد الودائع، تغذيته من وين؟ عملنا الصندوق حتى نرد تدريجيا وعلى مدى سنين، بس تغذيته من وين؟ من النمو الاقتصادي من بعد ما نسكر ديننا، ومن عملية الإصلاح المطلوبة، ومن عملية يعني عم تحكي بسنين وسنين وهي تصير وهي ما تصير. مش هيك بتصير الأمور. لذلك طلبنا الحكومة أنها ترجع تشتغل على الموضوع، والحكومة هي أصلا لحالها بدون ما نحن نطلب سحبة المشروع، وبعده لليوم إن كان مشروع إعادة الانتظام المالي أو معالجة موضوع الودائع وموضوع إعادة هيكلة المصارف لا يزال حتى اليوم بالحكومة. منيح؟ اللي مطلوب. فإذا قصة واضحة جدا جدا. هل في مسؤولية مشتركة بنوكي ودولة ومصرف لبنان؟ برأيي فيه. هل لازم يصير في أوديت على البنوكي بموجوداتها هون وبرا، وبذات الوقت على الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، حتى نكون شو الإمكانيات اللي فينا نقلع فيها حاليا لبت مسألة يمكن ناخد 10 سنين و15 سنة، وساعتها بتفوت على المودعين الكبار وبتصنف من المودعين الكبار للمودعين الوسط للمودعين الصغار، تلحقهم ساعتها. إذا ما كفى اليوم هالأوديت اللي انعمل ما كفى بعملية رد حد أدنى من هالودائع أو كامل هالودائع، لكن ساعتها بتعمل لهم هيركات، ساعتها يعني بتشوف شو بتحملهم. ولكن قبل ما توصل لتحميلهم، واللي هلا عم بيحملوهم اياه سنه ورا سنه ورا سنه من ورا التعميم يلي عم تصدر ويلي عم تعطي هالمودع $100 و$200 من حسابه على بلشنا. يعني احسن من بلاش، احسن من بلاش، ولكن انه ناطر مصرياته بالبنك، ولكن هيدي مع الوقت في يسحبهم. لكن مع الوقت عم تتاكل هالودائع، وخاصة مع انهيار الليرة. وعم بحكي عن مودعين الليرة اللي هن أكثر شيء مظلومين، يلي طلع جنى عمره وحطه بالبنك ب 100 مليون و200 مليون كانوا يعملوا $100,000 أو $150,000 أو اللي اليوم صاروا $2,000 و$1,000. شو بتقول له؟ بتقول له نحن ما دخلنا، نحن كنا بالبرازيل، شنتنا بعضهم على المطار، امبارح وصلنا، خليني كفي. تفضل. فإذا هذه العملية تحتاج إلى مصارحة، تحتاج إلى عمل جدي، وإلى متابعة بمسألة الأوديت، التدقيق، وساعتها بتروح على التزام إن كان من المصارف وإن كان من الدولة اللبنانية وإن كان من مصرف لبنان، وساعتها بتشوف شو بتعمل بالباقي. ولكن بتروح على التزام واضح على عدد من السنوات، مش بتروح بتقول للناس خلصت الخبرية بدي أعطيكم. لا، وحدة من الحلول يلي بيصيروا يخبروك إياها بعض الناس اللي كان لهم يد بهالخطط اللي انعملت، إنه خيي بنعطيهم سندات أو أسهم بالبنوك. أنتم عم تعطوا سندات وأسهم ببنوك مفلسة، شو عم تعرض عليه لهالمودع المعطر؟ ومن هالمنطلق الحل اليوم هو بنظرة مسؤولة، الملفات موجودة، اشتغلنا عليها، كل اعتراضي كان لأنه ما تحولت أصلا الخطط لليوم، القوانين ما أجت على مجلس النواب. كل الاعتراض كان بالمبدأ هو المس بحقوق الناس، هيك لله بالله، من دون أي حدا عم يتحمل مسؤولية وأي حدا عم يتحاسب، أكان على مستوى المصارف أو على مستوى الدولة. طبعا مين مسؤولية يعمل هذا التدقيق؟ مين مسؤولية يعمل هذا التدقيق؟ الحكومة، بالمصارف، بمصرف لبنان الحكومة. وبالدولة. الحكومة. اليوم التدقيق الجنائي اللي صار بمصرف لبنان مين قرروا؟ معمول الحكومة، بس ما عمل اوديت لمصرف لبنان، يعني ما عرف شو له مصرف لبنان وشو عليه. بس مصرف لبنان بلشنا بحال تروح على البنوك. طيب البنوك بعد ما بلشنا فيها؟ لا. طب الدولة مين بيعمل اوديت عليها؟ الدولة، الحكومة. وحتى المصارف انت بحالة تعثر ما بقى فيك تطلب من المصرف هو يعمل لك اوديت. طب ما اجى الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي؟ بيعمل لك اللي بده اياه. ما اجى الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي، قال انه لازم نعمل اوديت على 14 على المصارف ال 14 بعد لهلا ما خلصوا وما عملوا. حتى هذا انا مش معه، انا مع انه توسع بالاتفاق على القطاع كله، يعني على القطاع كله ينعمل هون وبرا. سؤال كمان وصل هلا، بيقول الاستاذ نبيل ابو درغم، بيقول هل من الممكن تحرير ودائع الموظفين الدوليين السابقين اذا انها دخلت قبل 17 تشرين الاول 2019 وهي كلها اتيه من الامم المتحده من الخارج؟ ندرس الموضوع، يعني انا اجاني كثير اذا بدك مراجعات بهالموضوع،
ومثل اللي لاحظته انه في امكانيه، بس هون بدنا نفوت عمليا يعني تنكون واقعيين وجديين، بدنا نفوت بتفاصيلها حتى نشوف شو الامكانيات المتوفره. لكن كنا عم نحكي من شوي عن السريه المصرفيه. ليك هيدا الدوكيومون هيدا ليجل IMF، انا حصلت عليه وقت اللي عملنا القانون السريه المصرفيه. ليك شو بيقولوا هذا يعني اذا بدك للتداول الداخلي بصندوق النقد. Banking Secrecy Law Amendments اللي هي التعديلات اللي صارت على القانون السريه adopted on July 26 represents substantial reform، اصلاح substantial يعني جوهري اساسي of banking secrecy regime in Lebanon, bringing it closer to international standards and global good practices. اوكي. يعني عم بيجي يقول انه شغله كثير كبيره، تقدم كثير كبير انعمل بلبنان. لكن عنده ملاحظات، هالملاحظات درسناها وارتقينا انه في هالملاحظات بتدخل ضمن اطار قانون اعاده الهيكله لان مرتبطه باعاده هيكله المصارف. هون صار اذا بدك النقاش نحن وصندوق النقد انه هيدي القوانين لاداره مثل الاداره اللبنانيه، انه هيدي الصلاحيات اللي عم بيطلبوها زياده على موضوع اعاده الهيكله، اذا انعطت من اليوم وما صارت اعاده الهيكله بتصبح كانك عم تعطي اداره، معلش خلينا نحكي الامور مثل ما هي، مش عم ذنب حدا، بس بحالتها الحاضره يعني في حاله اهتراء بتصبح عمليه مثل انه طالما ما في شيء اسمه داتا بروتكشن بلبنان، يعني ما في بعد قانون بيحمي الانسان بلبنان، بتفوت على الامور الخاصه، بتفوت على كل شيء، بتفتح الحسابات المصرفيه على مصراعيها، وهذا الشيء خطير الا اذا انحط له ضوابط، وهذه الضوابط اجت ضمن قانون اعاده الهيكله. فاذا في نقاش جدي، مش بيطلع حدا مسؤول ما رح سميه بس ان شاء الله ما يكررها انه هذا قانون مسخ. خي انت مسخ، بدك تقرا وتشوف التفاصيل والتعب والعذاب والنقاش والتفاوض اللي صار. عمليه مش بيعه مسي هيدي، انه انا بدي ارضي صندوق النقد بروح بعمل له اقتراح مثل ما بده. بدي احكي انا وياه، بدي اتناقش انا وياه، شو بيناقش، شو بيفيد لبنان وشو ما بيفيده. واكيد بدنا نوصل لاتفاق، واكيد بده يكون في اتفاق، وبدنا نوصل لحل، واذا في اشياء بتنعمل اليوم قبل اعاده الهيكله نحن مستعدين. ولكن بالاساس هذا اعتبر من اهم الاصلاحات الجوهريه الاساسيه اللي عملها مجلس النواب اللبناني. في كمان سؤال بدي اسالك اياه، بيساله زميلنا عبدو متى، هل توافقون على مشروع القانون المقدم من النائب بلال عبد الله بتمديد سن التقاعد للقطاع العام؟ لانه عم ينحكى انه بس للعسكر مش لكل الموظفين. الموظف اليوم بيروح على التقاعد تعويضه ما بيطلع سنه تامين صحي. اول شيء كمان نائب بلال عبد الله يعني كمان عم بيشيد بالكلام يلي عم بتقوله. الله يخليك. كمان انا يعني بقدر كمان جهده وشغله بلجنه الصحه. بلجنه الصحه صحيح. على تعاون نحن وياه. بتأيد اقتراحه هذا؟ خلينا نشوف يعني هلا كمان هيدي الامور بحاجه للحكومه الجديده تعطي رايها فيها وفق الامكانيات الجديده، وفق اعاده هيكله القطاع العام اللي عم نطرحه، لانه حرام قطاع عام من سنه 2017 صادر قانون بلبنان اللي هو قانون سلسله الراتب والرواتب والاصلاحات اللي وردت فيه، انه بالماده 21 انه يتم مسح شامل لهذا القطاع وينعمل اعاده هيكله وفقا للحاجه والكفاءه. انه قبل ما نعمل هيدي الخطوات الاساسيه بدنا ننتبه حتى نعرف كيف بدنا نروح باي اتجاه، خاصه بموضوع حساس مثل القطاع العام. طب كمان في سؤال، انه دائما بينحكى عن ودائع مؤهله وودائع غير مؤهله. انا ضده. ومودعين مؤهلين ومودعين غير مؤهلين. هيدي من الابتكارات بين مزدوجين انت مسميها خزعبلات اللي طلعوا فيها. خي شو لك حق تصنف انت مؤهل ومش مؤهل؟ وهذه وحده من المشاكل اللي انا اعترضتني بالنقاش مع الحكومه. طيب لذلك هي مش موجوده هلا. خلص صرف النظر هلا مش موجوده. لانه هذه القوانين اللي عم اقول لك عنها اللي هن قانونين، الانتظام المالي واعاده الهيكله، انسحبوا للحكومه والحكومه عم ترجع تتبعتهم لهم. بس نحن بالمبدا رفضنا اذا في حكومه رفضنا بالمبدا بده يكون في حكومه، ولو اذا كل هالحكي اللي عم نحكيه وكل هالجو عربي ودولي وكل هالوعود وكل اذا ما بده يكون في حكومه فاذا شو عم نعمل بلبنان؟ انت استاذ لا، واذا انا بعرف انه بلبنان بس انا بعرف انه تغير الوضع، وانا بعرف انه الا اذا بصير في عمل جدي وشويه وعي ومسؤوليه من الكتل ومن الاحزاب بصير في حكومه. عظيم. طيب بدي اسالك عن مشروع موازنه 2025.
اليوم بيقولوا انه وين هالموازنه؟ لا لجنه المال والموازنه ما بادر تروح تدرس الموازنه. شو بدها تدرس؟ ما بعرف. مشروع موازنه ببعثوا لكم اياه؟ لك يا حبيبنا مشروع موازنه انبعث بالحرب، قبل الحرب يعني اعدوه بين اب وايلول قبل ما تطلع الحرب بقوه بالبلاد وتدمر الدنيا كلها وتشل مجلس النواب وتنزل العائدات. يعني جايه هالموازنه مثلا مشروع ال 25 ارقامه كلها وهميه صارت. كيف؟ زيد لك الايرادات بنسبه 45% اللي هي اليوم يمكن نازله 45 و50%، وبذات الوقت زيد لك النفقات كمان بنسبه 45%. يعني انت بظل ارقام ما لها اساس، ما لها بقى، ومعترفه الحكومه فيها وبيقولوا لك خي عدل مثل ما بخي. شو عدل؟ زيد عليها انه انشل المجلس النيابي. هودي اللي عم يسالوا هلا وعيوا. طيب وين كنتوا انتم بالتشرين الاول والتشرين الثاني والقانون الاول وقت كان البلد عم يندك والدرون فوق المجلس ولا لجان عم تجتمع ولا في هيئه عامه وفي كتل نيابيه بامها وبيها باغلبيتها منقسمه على شو؟ على فكره التشريع. مزبوط ولا لا؟ ما كناش عم نقول بلا انتخاب قبل انتخاب رئيس جمهوريه ما فينا نشرع وبعدين مش صلاحيه لجنه المال تردها حسب الدستور وحسب النظام الداخلي. هذا قرار المجلس النيابي بهيئته العامه. كان في شي هيئه عامه مستعده تجتمع وتبت بموضوع موازنه يلي بدها شغل على القليله 15 20 يوم مثل ما كنت اعمل بالماضي. كنا نعمل لجنه المال جلسات مكثفه يوميه، حتى سبت احد كنا نعمل جلسات. يعني فيني اعملها انا بمجلس النواب؟ زيد عليها انه حرام تبحث موازنه هالقد بعيده عن الواقع وهميه. شو كانت المطالبه؟ بكل واقعيه وبكل مسؤوليه زرت رئيس المجلس بعين التيني ب4 تشرين الثاني، طلبت منه انه العمل على استرداد الموازنه. تسترد الحكومه يعني؟ ايه مثل ما بتسترد اي مشروع قانون، لانه ما في امكانيه لدرسها. واحد اثنين ارقامها صارت ابسوليت يعني ما لها علاقه بالواقع. بدها ارقامها صارت ما لها علاقه بالواقع لانه صارت الحرب. لانه الحرب ايه؟ لانه في خسائر الحرب يعني. اكيد مش خسائر الحرب. شو لكن؟ ايراداتك بطلت مثل قبل 100%. نفقاتك زدتها، ما زايدينها بالموازنه 45% على اساس قبل الحرب يقدروا يزيدوا. ما فيكش تزيد بقى ضرايبك، بقاش فيك تعتبر انه بتزيد على الدخل وعلى غيره وعلى غيره. فيك تزيد شيء بقى منيح. فاذا بدها اعاده نظر كلها سوا بامها وبيها. هيدا تما نقول انه انتخب رئيس وصار في حكومه على يليها مفروض تتألف، وبالتالي كيف ممكن تفكر انه اجي انت حكومه تصريف اعمال تلزم رئيس جمهوريه وعهد جديد وحكومه جديده بموازنه من هالنوع؟ اخوات. فاذا كان الحل اللي انا طرحته على رئيس المجلس واللي هو كان متجاوب ووعد انه رح يجري الاتصالات اللازمه مع الحكومه ومع غيره والى اخره، وكذلك الامر اتصلت برئيس الحكومه والتقيته رئيس مئاتي وحكيت مع وزير المال وحكيت مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وعملت التواصل اللازم بظل شلل كامل للمجلس النيابي. واجتمعت مع الهيئات الاقتصادية وأصدروا بيان بيطالبوا بالاسترداد، واجتمعت مع هيئات المجتمع الدولي بدعوة من صندوق النقد ب20 تشرين الثاني 2024 وأصدروا هن وكل مؤسسات هيئة المجتمع الدولي رغبة وإرادة باسترداد هذه الموازنة. فإذا في إجماع على استرداد الموازنة. ولا ما استردت؟ لا لأنه مستسهلين إصدارها بمرسوم وبعدين بنشوف شو نعمل. هلا ما بعرف شو هلا اليوم الاتكال على رئيس جمهورية. لا، لأنه رئيس جمهورية هو بده يصدرها بمرسوم. إذا ما وقع رئيس جمهورية ما في مرسوم. بس مش هلا، لازم يصدرها هلا بقانون ثاني. عم بقول ايه؟ بس انا خلص قانون ثاني اليوم بكره بكره عم بقوله انه ثقتي كبيره انه رئيس جمهوريه بظل الوضع القائم ومعرفته بالملف، لان عرفت انه استخبر عنه وسال والى اخره، وحتى سئلت انا عن رايي والى اخره، ما راح يفوت بخطوه من هالنوع. ومن هالمنطلق حكما سيتم استردادها، حكما سيتم اذا بدك تعديل، مش تعديل، وضع موازنه جديده، وضع موازنه جديده. بعدين بعدك ببدايه 2025 انه عشو انه كنتوا تبعتوا لنا موازنات باخر السنه، قعدتوا 20 سنه تبعتوا موازنات باخر السنه ونقيم قيمتنا. هلا باش فيكم تنطروا جمعتين وثلاثه ولو تستردوها من تشرين ثاني من وقت ما بلشت طلبكم. كنتوا هلا عندكم موازنه جديده بارقام جديده وكنا بلشنا نبحث فيها.
بس هلا يعني بده يصير الصرف على القاعده ال 22. ايه شو هالمشكله على شهر؟ على 2024 على شهر او شهرين، شو المشكله؟ بركي طالت اكثر، شو بتعمل؟ ليش بدها تطيل اكثر اذا في ما بعرف لا انا عم بقول لك، ما انا عم بحكيك انا بركي بكره اخذت الحكومه اخذت الحكومه شو بتعمل؟ شهر لتعمل بيان الوزاره. وشو بتعمل؟ ما بعرف. انا رح بقول لك ما انا بعرف. تروح تصرف على هاي دين تسكر اعتماداتها تشوف مين بدينك. اذا موازنه هاي زايده بنسبه 45% منين بجيب لها مصرياتها؟ يعني بفهم من كلامك انه الدوله ما فيها تكون لا لحظه شوي، كيف بتمولها؟ تروح على مصرف لبنان بتقول له ديني وهو اخذ قرار مثل ما بده يمول الدولة. انا بعرف اثنين. مين بمولك برا بعد الديفوت اللي عملته حكومه دياب بعد وقف الدفع اللي عملته الحكومه السابقه. هلا عم تطلع اسعار اليورو مين بس مين بدينك؟ انت عندك واقع استحاله الاستدانه، واذا دينك مصرف لبنان دولارك ضرب المليون. شو هالحكي؟ فاذا واجب وطني استردادها، وخلال اسبوعين بتقدر وزاره المال ترجع تبعت وحده. يعني ما فيك انت بموجب الوضع يلي نحن فيه تيجي تقول بكره الدوله بدها تساهم باعاده الاعمار. اذا ما اجت مساعدات ما بدك تساهم. اذا البنك الدولي مطلع تقرير بيقول انه بحدود ال 10 مليار ل 12 مليار دولار الخسائر كانت لتاريخ ما صدر التقرير، اليوم اكثر. منين بجيب لك 10 12 مليار دولار انا؟ كل الموازنه تبع لبنان ما بتوصلش 4 مليار دولار 5 مليار دولار كلها. ليش عم بقول لك اعملوا حكومه وروحوا نفذوا التزامات المجتمع الدولي والعربي اللي مستعد اليوم يساهم واللي مستعد يدفع واللي عم بيقول انه اذا عملتوا هيك وعملتوا هيك وعملتوا هيك نحن ماشيين. طيب عملتوا اول خطوه وعملتوا ثاني خطوه كفوا. طيب بالموازنات يعني انت انه بدرس هذه الموازنات دائما نحن بنحط ايرادات، ولكن الارقام الحقيقيه دائما ما بتتناسب مع الايرادات يلي محطوطه على الورق يلي جايه بالموازنه. دائما بنحكي عن التهرب الضريبي وبنحكي عن التهريب وبنحكي يعني كل هذه الامور ولم تعالج، ودائما بنوقع بنفس المشكله. مين بده يعالجها؟ مؤسسات الدوله، الاجهزه المعنيه، القضاء. نحن شغلتنا بمجلس النواب نعد ارقام او شغلتنا نفضح ارقام. عندك امكانيه انت باي مجلس نيابي بالعالم الاداره الماليه موجوده بمجلس النواب ولا موجوده بوزاره المال؟ بس وزير المال وقت بيسال انه انت قادر تجيب هاي الواردات بيقول ايه؟ ما بيعطينا وماضيين عليها وماضي عليها رئيس الحكومه. بعرف ماضي عليها، بعرف ماضيين عليها، بس هن عارفين بقرار نفسهم انه ما بيقدروا يعملوها الشغله. خيعال انا راقبتهم وصدرت 39 توصيه. مين بينفذ توصيتي؟ مش مفروض الحكومه؟ 100% اللي عم نطالب فيه الحكومه الجديده هلا على اساس جاي على وضع جديد وعلى كفاءات وعلى مناخ ثقة. مش قاطعه معك قصه الكفاءات؟ بلا انا قاطعه معي، وان شاء الله يا رب من كل قلبي وحياتك من كل قلبي عم بقول لك بتمنى هالشيء وجديا. وتفضلوا خيي شرفوا صلحوا هالوضع اللي نحن عم نعاني منه واللي نحن عم نقول لكم عنه، وصار لنا سنين وسنين عم نصدر توصيات ونبعثها للسلطه التنفيذيه، لان نحن ما عندنا صلاحيه ولا عندنا الامكانيه نفوت على الادارات الماليه ونجمع ارقام، بتاخذ معنا سنين. اذا بالنسبه لموازنه 2025 اول شيء بدنا موازنه اصلاحيه عندها شو يعني اصلاحيه؟ يعني تعمل الاصلاحات المطلوبه اللي نحن حاكيين فيها. موضوع الاستدانه مثلا ممنوع الاستدانه هلا بهذا الوضع اللي نحن فيه. مين بدينك؟ ما عم تقول مين بدينك؟ ما هيدي هي، بس وقت اللي بتحط عجز بالموازنه كيف بتسكره؟ اذا ما سكرته بتفلس. لذلك ما لازم يكون في عجز. بس هيني بيحطوا لك انه الواردات توازي النفقات، ما هيني بيحطوها والعجز صفر. صاروا مرتين ثلاثه زي بموازنات حاطين العجز صفر. لا لانه عم بيشيلوا منه هذا نحن اشتغلنا عليها بالشباب بال 2024. كانوا يشيلوا منه الكهرباء؟ لا مش الكهرباء، عم بيشيلوا منه الكهرباء هلا من بعد التطورات اللي صارت مؤخرا ما عادش في عجز. بس كانوا قبل يشيلوا الكهرباء. هلا بال 24 ليش طلع العجز صفر بالاخر؟ لانه خدمه الدين مثلا خارج الموازنه. مش هيك؟ وعدد من الامور الثانيه خارج الموازنه والمعاشات والرواتب مع انهيار الليره ما ردوا للموظف المعطر اللي بعده عم يتقاضى على 1005 ويجدوا له المساعدات الاجتماعيه تيوصلوه على 10000 و11000 بالوقت اللي دولارك صار 90000. عم تسمعني؟ شو ها؟ شو بيعملوا؟ لحظه هلا مش عم اقول لك شو بيعملوا، عم اقول لك من وين جاي الارقام الوهميه.
بيعملوه يروحوا يعملوا إصلاح، بيعملوه يروحوا يستثمروا بقطاعات منتجة، بيعملوه يروحوا يسكروا الجمعيات يلي بنص مليار دولار كانت كانوا عم بمولوها، كانوا عم بمولوها وقت كان الدولار ب 1005 كانوا عم بمولوها. وهون قوتنا نحن، وهون وقت طلعنا عملنا تقاريرنا وجينا شطبنا بجلسه من جلساتنا بموازنه من الموازنات 700 جمعيه، مش شطبنا عدد جمعيات، لا شطبتوا شطبنا نص مليار دولار. ايه شطبتوا وردوه بالهيئه العامه. طيب. من هالمنطلق اليوم مطلوب جديه بالاصلاح، مش حكي وغنيه، مش شعار سياسي تركب حكومه وبعدين بنساه وجيب جماعتي وحطهم جوا وركب امتريز جوا. مش هيك بده يصير هلا؟ لا بس انا عم بقول، عم نبه، عم تحذر من عم نبه ايه، لانه ما رح نسكت بقى. اصلا ما سكتنا بالماضي، واليوم الناس كلها ناطره، مش ناطره حكي بقى، ناطره في افعال. يعني الناس اذا ما شافت افعال رح تصاب بصدمه بالاخر، لانه بالاخر الناس كلها استبشرت. لذلك انا وضعت نفسي وامكانياتي وكل المعلومات اللي عندي اياها والمشاريع اللي انا اشتغلت عليها مع بلجنه المال، وضعتها كلها بتصرف الحكومه الجديده. وقت اللي اجتمعت برئيس الحكومه المكلف، رئيس المكلف، قلت له نحن بالتصرف خيي، بس بدكم تخطوا خطوات جديه بهذا الموضوع، تسمعوا للكل. في سؤال اخير قبل ما نخلص، هل بتوافق بانه اداره الازمه كانت ولا تزال اسوأ من الازمه؟ 100%. بدك تجيب ناس لكن هلا يديروا الازمه يا اخي، مش الناس اللي بدهم يديروا، المسؤولين يا اخي، يلي جعل اليوم هذا الوضع يتغير ونوصل لهيدي النتيجه هو مناخ داخلي وخارجي. اوكي، هذا المناخ تغير، هذا المناخ برا تغير وهون تغير، المفروض نحن نستثمر فيه ونوظف فيه ونبني عليه. سوء نيه ما بدي يكون عندي اياه، بالعكس بدي يكون حسن النيه بالنظر لهالامور، بس بذات الوقت بدنا نكون منتبهين انه مش بشو ما كان بتنعمل الحكومه وكيف ما كان وهيك. مفروض تنعمل بسرعه، ومفروض انه تطلع للمجتمع الدولي وتطالب بالالتزامات المطلوبه منا، مطلوبه اللي واعدين فيها. بس بذات الوقت بدنا ننتبه انه هيدي حكومه سنه ونص قبل الانتخابات النيابيه، وهي تقليعه عهد. اخر سؤال، بإيه او لا مواطن متني سليم جدعون، هل لجنه المال سيكون عملها افعل في عهد الرئيس عون وبدايه مناخ الاصلاح؟ ما بقى فيها تكون افعل من ما كانت عليه. يعطيك الف عافيه. بدي اشكرك استاذ ابراهيم كنعان، اهلا وسهلا فيك بالLBCI. الله يخليك. مشاهدينا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.